يا مساء الخيرات، كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده انا عايز اتقمص شخصية النبطشي. عارفين النبطشي اللي بيقف في الافراح بالحب ويقعد يقول من ورا الناس اللي بتتكلم كلام والكلام ده؟ انا عايز اتقمص شخصية الراجل ده النهارده. بس عايز احيي واقعد اقول تحية كبيرة وللناس اللي جاية من بعيد والكلام ده. عايز احيي كل راجل وشاب محترم بيتقي الله واقول ايه، شريف، نسميها شريف. الراجل اللي اسمه عمرو اديب ده انا بختلف معاه في كل حاجه. يعني مثلا يصحى كده يقول لك ايه يا جماعه بكره ما اعرفش فيه ايه، يبقى انا عارف ان بكره ده عكس اللي هو هيقوله. انا بختلف معاه في كل حاجه. بس انا بقلب كده في الموبايل لقيته بيقول الكلمتين دول، فعلا ما كملتش بقى. يعني انا فعلا في دماغي نورت الموضوع ده. الشباب اللي بتتقي الله في شغلها وبتراعي ربنا في شغلها وما استخدمتش كلمة الظروف في ان هي تدوس في اي حاجة او انا ومن بعد الطوفان، لا لازم نعمل لهم متحف. يعني نجيب متحف، دول متحف مثلا الناس اللي عندها دم، او نسميها الناس اللي بتتقي الله، او نسميها الناس الشرفاء، مش عارف نسميهم ايه، بس دول لازم تعمل لهم متحف. اللي هو انهي ناس بقى؟ اللي هو ما استغلش حاجة في الوقت اللي احنا فيه ده عشان يكسب منها اي حاجة، اي حاجه، ولا شاف صحاب ولا شاف شغل ولا شاف. يعني انا بشوف ناس، انا هتكلم عن مجالي انا في الشغل في العقارات، بشوف ناس خانت امانات. يعني انت شغال في شركه، الشركه بتديك مرتب عشان تعمل كذا، انت خنت اللي بتعمل كذا عشان تطلع مصلحه من تحت الشركه لان العيشه صعبه. والناس بتتاجر في حاجه احنا في ازمه فيها عشان العيشه صعبه. وبعمل شركة من الباطن عشان ادخل بيعة تخش لي فيها عشان الدنيا صعبة. واظبط ناس بارقام معينة، اديهم بيعات معينة، اديهم وحدات معينة عشان يطلع لي منها فلوس عشان عيشة صعبة. فانت بتساعد على خراب الدنيا اللي انت عايش فيها بنفسك، وربنا مش هيبارك لك. يعني شايف كل اللي بيحصل ده عشان خاطر تاخد القرشين وتبقى انت نمت على الخميرة؟ ربنا مش هيبارك لك، لان انت بتساعد على الغلط. وشايف المصيبة الأكبر إن شايف إن الغلط ده عين العقل وعين المصلحة، وده الوقت اللي يتعمل فيه. أنت خاين للأمانة والمروءة اتنزعت منك. فأنا النهاردة عايز أشكر كل واحد طفحان الدم عشان مستحرم ومستحل ده ومستحرم ده، وبيقول ده حلال وبيقول ده حرام ويقول ده ينفع وبيقول ما ينفعش. في رجالة أبطال تشوفه باشا بس هو ماسح الارض، والمصالح رايحه جايه قدامه وهو يقول لا، انا امانتي ما تقوليش كده، ما ينفعش اعمل كذا، ده ما يرضيش ربنا، ده حرام، ده حلال. والشباب ده هيجي له رزقه وهيكبر ربنا هيبارك له عشان هو راعى ربنا في وقت ما حدش بيراعي فيه ربنا. وخلي بالكوا كمان مروءته راحت. اللي بيعمل كده مروءته راحت، ما بقاش راجل، ما بقاش عنده الهرمونات بتاعت الرجاله اللي فيها غيره وفيها نخوه وفيها ينفع وما ينفعش، ما بقتش موجوده، لان هو باع خلاص. كان في حكمه كده سمعتها من فيلم، انا بحب اتفرج على الافلام اللي بتتكلم في مواضيع شويه رخمه. الراجل بيقول للي قاعد جنبه في العربيه، قال له لما تخسر فلوسك انت ما خسرتش حاجه، ولما تخسر صحتك انت خسرت حاجه، انما لما تخسر نفسك انت خسرت كل حاجه. فاللي انا شايفه بعيني ان الناس بتخسر كل حاجه، لانه بيخسر نفسه عشان خاطر لقمه العيش والعيال في البيت والدنيا صعبه وبتاع. انت خسرت كل حاجه. فتاني احيي الرجاله المحترمه اللي بتراعي ربنا في اكل عيشها. ربنا يبارك لكم ويرزقكم ويوسع عليكم ويرزقكم من وسع ومن حيث لا تحتسبوا، ويبارك لكم في شغلكم في اولادكم، وما تحتاجوش اي قرش زياده. ربنا يبارك فيكم.